خوتي شكون سمع بالغالي واش قال على مباراة المنتخب الأرجنتين ومنتخب الجزائر في كأس العالم 2026؟ بون على كل حال ما على بالناش اسكو راح نلعبوها لا مش حنلعبوها في ظل التطورات اللي صارت غير كيما والمشاكل اللي راهي صاريه. دونك ما على بالناش اسكو راح نلعبوها ولا مش حنلعبوها ولا وين رايح نلعبوها حتى. دونك بالغالي خرج في تصريح ناري وفي تصريح يستفز به منتخب الأرجنتين بعد زميله اللي في المنتخب يوسف بليلي اللي خرج وقال ندير تيربون لميسي. خرج بالغالي وقال لهم منتخب الأرجنتين مش يخلعنا شغل ما حنايا الجزائر ثاني راح نديروها مقابله كأيها المقابلات راح نلعبوها ومش حنتبانيكاو باسكو هو منتخب الارجنتين رغم انه في النسخه الماضيه دا كاس العالم وهو منتخب مونديالي. احنا ماناش رايحين نصغروا رواحنا وراح نديروا كاع واش كاين باش نفوزوا بهذا اللقاء هذا. دونك واش راهو يقصد بالغالي بهذا الكلام هذا؟ راهو يموتيفي في روحه وحده، راهو يموتيفي في ليكيب تاعو الزوج، راهو يمد ميساج لبيتكوفيتش باللي راني حاضر في هذا الكاس العالم سواء مونطالمون ولا فيزيكمون. وانتم واش رايكم في واش قال بالغالي واسكو عنده الحق ولا راهو غير يهضر برك؟ انا كي تولي لي يا خاوتي بالغالي نشوفوا واحد من ابرز اللاعبين اللي راح يشاركوا في كاس العالم وعنده امكانيات كبيره وراح يدير حاجه في المونديال على الرواق الايمن في ظل تراجع مستوى يوسف عطار وغيابه بنسبه كبيره على المونديال. دونك بالتوفيق لبالغالي وبالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. وانتم خاوتي ما تنساوش ابوني، انا قريب على 50 كا ماذا بينا نوصلوا 50 كا قبل ما يخلص رمضان. السلام عليكم.